يعد ملعب فاس الكبير من أبرز المنشآت الرياضية في المغرب، ويشهد حالياً أعمال تجديد شاملة تهدف إلى تحديث بنيته التحتية ورفع مستواه ليتماشى مع المعايير الدولية. تأتي هذه الإصلاحات في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 كمرحلة أولى، وكأس العالم 2030 كمرحلة أخيرة، وهو ما يعكس رؤية المملكة الطموحة لتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. تشمل الأشغال تحسين المرافق العامة وتطوير البنية التحتية للملعب، مع تغليف واجهاته بالزجاج لإضفاء طابع عصري عليه. كما يتم العمل على تغطية الملعب بالكامل لتوفير ظروف مثالية للمباريات، وتحديث المرافق الداخلية مثل غرف تبديل الملابس، المرافق الإعلامية، ومنصات استقبال الجماهير. الهدف هو تلبية أعلى المعايير التي تضعها الاتحادات الرياضية الدولية، وضمان تجربة استثنائية للاعبين والجماهير. يتسع ملعب فاس الكبير لحوالي 45 ألف متفرج، مما يجعله مؤهلاً لاستضافة المباريات الكبرى على المستوى القاري والعالمي. ومع انتهاء هذه الإصلاحات، سيكون الملعب جاهزاً لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يتوقع أن يكون واحداً من أبرز الملاعب المستخدمة في البطولة. وفي مرحلة لاحقة، سيصبح جزءاً أساسياً من ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 جنباً إلى جنب مع إسبانيا والبرتغال، وهو الحدث الذي سيعزز مكانة المغرب عالمياً في مجال الرياضة. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية بالمملكة، ودعم الرياضة كرافد أساسي للتنمية السياحية والاقتصادية، مع إبراز قدرة المغرب على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بكفاءة وتميز.